السلام عليكم. النهارده معاكم مطبخ اسماعيل، هنعمله فطير. انا عارفه ان انا عملته كتير قبل كده، بس ايه، احنا هنعمله مره تانية. هنحط معلقه صغيره ملح، 2 كوبار سكر وميه دافيه العجن، هو بياخدش غير كده. هنحطه من دلوقتي، وميه دافيه للعجن. بسم الله الرحمن الرحيم. دي ميه دافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. لا بحط بقى بيكنج باودر ولا بحط الحاجات اللي بيقولوا عليها ديت، يعني الفطير المشلتت اللي هو قناة فطير السعيد ان مشلتت شاء الله على هعمل الورق. النهارده فطيره اسماعيل قدامكم. اللي هيعمله. هنعمل انا فطيره. هعجن واسماعيل هيعمل. قول يا ابو سلمى. الفطيره اللي هعملها النهارده هعملها بطريقه مختلفه خالص. هتعملها لنا بايه؟ هنعملها بطريقتهم ان شاء الله. طريقه امك؟ ان شاء الله. طب هو في هو فطير زي الفطير فطير مشلتت. امك؟ اجمل فطير. هي بتضيف الميه دلوقتي، قولوا لهم بتضيف ازاي. انا بضيف الميه على قد ما هي هياخد ميه معايا، ان انا اخفي الدقيق ده كله. على فكره احنا بقالنا يعني مده ما صورناش. وانتوا عارفين السبب اللي احنا ما صورناش فيه. ما قدرش او ما قدرنش نجيب يعني. غلو الحاجه اي والله. اي والله ما قادرينش نجيب فعلا والله. اي. ما قدرش يا ابوي. اي والله. أي. بصوا احنا هنكملوا العجن بتاعه ونرجعوا تاني ان شاء الله. هتستمر هي دلوقتي. هتستمر دلوقتي زي ما انتم شايفين كده لغايه ما يتلم معاها العجين. تمام. حط شويه ميه تاني طيب عشان هكمل العجن بتاعه زي ما انتم شايفين كده اهو، وهنرجعه تاني ان شاء الله. يلا. الملمس بتاعها اهوت بعد ما اتعجنت بتبقى طريه كده عشان تبقى سهله في التقطيع. هنحطها في هنا عشان خاطر ايه، لما نيجي هنسيبها شويه بتاع ربع ساعه ولا حاجه، بس عشان لما نيجي نفردها لا تبقى سهله. شويه شويه يعني كده لغايه ما ترتاح يعني شويه. حوالي نص ساعه كده عشان تبقى سهله في الفرد. بس هي مش هتخمر ولا حاجه لان هي ما فيهاش خميره، بس هتبقى سهله في الفرد شويه لان هي ايه، هتشد معانا وتلم واحنا مش عايزينها تعمل. زي ما انتم شايفين العجينه هي عجنتها اهي. بتاخد لها حوالي 10 دقايق عجن، يعني تعجني فيها حوالي 10 دقايق. لا عشان زياده عن 10 دقايق، حوالي ربع ساعه عشان كده تديك لما تديك السمك دوت اه والملمس ده. عشان وانت بتفرديها ما تقطعش منك. هنرجع لكم تاني بقى ان شاء هنسيبها الله. شويه ونرجع لكم تاني. السلام عليكم، رجعنا لكم تاني بعد ما ارتاحت العجينه اهي زي ما انتم شايفين. تمام. فانا نزلتها على الرخامه وعملتها بنفس الشكل. تمام. هنسمي الله كده، هنقول دي اول واحده اهي. سيدي ياسين. التانية. على فكرة كل ما الفطيرة تبقى كبيرة هتبقى التوريق بتاعها حلو جدا. كبيره قوي دي. اهو طلعناهم اهو 5 وفي واحدة تانية 6 اهو. تمام. هنمسكوهم كده اهي راحة قدامكم معايا انتوا، معايا ياسر اهي بنفس الطريقة اللي انا بعملها دي. تمام. هنا الصينية مدهون فيها زيت. تمام. هنحطها كده برضه هترتاح شوية. خد التانية دي. كل ما الفطيرة كل عجينتها كبيرة شوية كل التوريقة بتاعتها ما تبان معاكي. اهي. اهي. شايفين العجينة عاملة ازاي؟
شايفين؟ بصوا يا جماعه مش مبينه حاجه في مش على ماسكة هنا. فكره ومن غير لبن كمان، من غير، عشان هي معجونه كويس. عشان هي معجونه كويس. عملناها كده هنا. انا هنعمل النهارده فطيره هفردها زي عمليه المخروطه بالظبط او القدوسيه. تمام، دي الطريقه اللي انا ايه عارفها. انا مش فاكرها بالظبط بس هنحاول اعملها ان شاء الله وهتعجبكم باذن الله. انا متحدي نفسي ومتحدي ايه الجماعه معايا اهو. ادي الفطيره اهو. دول 6 فطاير. دي طبعا هي قطعتها في الاول، صغيره في انا ما الأول. عجبنيش في الاول. تمام، فهو دي حجمه الفطيره بالظبط معاكي. يعني 2 كيلو 2 كيلو ونص دي هيعملوا حوالي 6 فطيرات. 6 فطاير اهو. تمام، هبدا اشتغل دلوقتي في اول واحده اللي انا متحديه فيها اللي انا اعملها، وهعملها بطريقه تانيه خالص. بس بقى هنرجع لكم تاني بعد ما ايه ما تكون ارتاحت شويه برضو. بعد ما تقطعي، احنا ريحناها في الاول بعد العد، وهنريحوها تاني بعد ما قطعناها حوالي برضو 10 دقايق كده. وهنرجعوا تاني نوريكم ازاي انا هفردها وازاي هنعملها فطيره ان شاء الله. اوكي. يلا. بصوا يا جماعه، احنا اهو هعملها بالطريقه ديت، طريقه اللي هي الفرد على الدقيق. رشيت شويه دقيق وهفردها بيها. تمام كده، ومش هستعمل سمنه غير في الاخر خالص. مش هستعمل سمنه دلوقتي. ماشي، سمي الله كده. اهو كده اهو، اخد ودي فيها كده معاها. نفس الطريقه دي. اهو شوفوا بقى بعيد. اجي من هنا كده، اخد ده كده. الشوط دي كده. دي في الاخر خالص انا هستعمل فيها السمنه. اهو كده اهو. هفردها على قد ما اقدر، على قد ما تيجي معايا العجينه يعني. اهو بصوا يا جماعه، دي الفرده بتاعت النشابه اللي انا عملتها كده عشان انا لفيتها على النشابه مع الدقيق. هتديني الرغف ده اهي، ولو اتقطعت منك في الاطراف مش مشكله. هبدا اسمي الله كده. شيل بقى الطبق اللي فيه الدقيق ده. اسمي الله كده بالراحه. اخد السمنه في النص الاولاني ده اهي.
طبعا عشان الرخامة عندنا ضيقة، مجابتش اللي هو الدوران بتاع العجينة كله يعني. اهو اهو، بس انا هعمل كده بس كده. تمام. وهبدأ اسمي الله كده ايه. طبق من هنا بالطول. بصوا كده بالراحة. اخد النص التاني ده كده بالراحة. ماشي. اهو يا جماعة، دي اخر تطبيقة دي. دي اخر تطبيقة اهي. تمام كده. السمنة. على فكرة انا عايز اقول حاجة، انا مش فاكر الطريقة بتاعت والدتي قوي. هبدأ اطبقها. اعمل كده اهو. طبعا انا قلت للمدام اشتغل على طريقة السفرة، قالت لي تتوقع يعني حاولي ولا حاجة. اهي اهي هاخدها كده اهي. كده اهو، كده اهو، كده اهو. تمام كده. دي انا بقى حاطط سمنة هنا، مش حاطط الناحية التانية. اخد بقى السمنة دي كده زي ما انتم شايفين اهي اهي. انت بتلفها زي الكرواسون. ايوه ايوه، بس والله ما فاكر، بس هي طبعا كانت عظمه عني، الله يرحمها بقى ويرحم امهاتنا. خدها كده. تمام. واخد الحته دي من تحت كده اهي. هسيبها ترتاح بقى. حطها في صينية. تمام. حط سمنة في الصينية. زيت قصدي، حط له زيت من لا. الطبق فيه زيت. معانا ايه؟ لا حط زيت من السمنة هنا. طبعا احنا لما بندخلوها الفرن بيزنوها ايه؟ لا كوب حبة مش نقطتين. زيت اهي. دي الفطيره اللي انا مراهنه عليها. بص بقى الجمال بقى والحلاوه بتاعتها. دي اللي هي الحلزونيه اللي كانوا بيعملوها، بس هم كانوا بيعملوها بالنسابه. بس ان شاء الله هجيبها برضو ايه المره الجايه. والله دي بقى الفطيره بقى ايه اللي هتتعمل عادي، اللي هي ايه بيطبقوها فوق بعضيها بقى عشان يعملوها التوريقه بتاعتها. طبعا في فرق طبعا ما بين ايه زمان ودلوقتي. اهي دي الفطيره بقى ايه اللي هي بتتطبق بقى. استنى يا اسف، استنى يا اسف. يا جماعه انا بعملها بالطريقه ديت. دي الطريقه بتاعت التطبيق بتاعتهم بقى. هبدا هنا دلوقتي ايه، ادي السمنه اهي اهي. بسم الله. ارفعها كده. دي ناحيه. بسم الله الناحيه التانيه. وزي ما انتم شايفين التوريقه بتاعتها طالعه اهي. يا جماله.
طبعا احنا غبنا عن القناه ياما، وانتوا عارفين الاسباب، هما 3 اسباب. اهي الطريقه بتاعتهم هما اللي بيقولوا عليها دي كده اهو. هنا نقطتين، والله انا شغال ونبض قلبي بيزيد. عارفين ليه برضه؟ اه طبعا السوق يعلم بربنا. اهو هلم نفس اللم بتاعهم. اهي 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 الكعبشه دي فكره الكعبشه. اهي يا جماعه فطيره اهي زي ما انتم شايفين اهي. ابدا ادوس عليها. طبعا الرول اللي انا عملته دوت ولفيته حلزوني. بصوا ازاي، بصوا كده بايديا. هي جامده عشان الشتا بس مخليها السمنه جامده. لا علشان كمان انا عاملها بالدقيق او فاردها بالدقيق، فانا هاخد كده كفه ايدي كده. بصوا حتى الدوران بتاعها هيبان معانا اهو. انا متحداها والله. زي ما تقول دلوقتي ولا لسه متعاركين مع بعض انا وهي. عارفين ليه؟ ليه؟ الهاند فري بتاع روان وقف باظ. بابا اديني اجيب هاند فري وماما معاها فلوس. طب ماما معهاش فلوس اعمل ايه انا؟ طبعا كل حاجه تيجي في جيبي نبض قلبي بيه. مش هخبي عليكم. بصوا مش انت بابا؟ بابا بس بابا اللي بيشيل المسؤوليه. ده انا ببقى تحت ببقى عايز اطير واجي البيت اهرب من السوق. والله ربنا يكون في عوننا بقى. النبي لو عجبتكم الفطيره بتاعت عمكم اسماعيل حطوا له لايك حطوا وشير. لي بقى. لا حطوا لي، انا ما بحبش اتدلع كده. لايك وشير. ايوه دي احلى فطيره واحسن لفه اهو. والنبي اعملوا اشتراك لعمكم اسماعيل. هي من عند ربنا بتاعنا برضه اسماعيل. بص على الحته اللي في النص دي عشان ما تبقاش تخينه كده. طبعا كل ما بدوس في النص عشان النص هو اللي كان ملموم قوي كله هيروح اهو. بصي العجينه بتمشي ازاي لوحديها. يا حلاوتك يا اسماعيل. تحدى اي حد يعمل الفطيره ديت واللفه دي. فطيره متدلعه تربيها على الغالي. اهي 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 وادوس تاني هنا في النص لان فعلا هي في النص يعني. احنا متاخرين ياما الفيديوهات ياما. كفايه بقى مش ولا ايه؟ هنقول قلت هتبقى ايه؟ مفيش. في فطيره هي عايزه تكمل. بصوا انا دوست عليها اهي اهي عشان ما تبقاش ايه رقيقه من الحروف. لو عجبكم الفكره بتاعتي قولوا لي برافو عليك. شايفين ازاي؟ على فكره الدوران اللي انا لفيته ده كله هيبان في الفطيره بعد ما تستوي ان شاء الله. اوكي. ودي هتخش الفرن وبعد ما تخش من الفرن وتستوي ان شاء الله اقول لكم اتفضلوا معانا. بصي ديت اهي كانت في الفرن اهيت. هقلبها الناحيه التانيه. بصي هقلبها ازاي بس ايه ندخلها في الفرن تستوي من الناحيه التانيه. السلام عليكم. رجعنا تاني بعد ما سوينا الفطير وطلع زي ما انتم شايفين يا جماعه. احنا لا بنضحك ولا بنشتري حاجه جاهزه ان احنا نعرضوها ولا اي حاجه. انتوا شفتوا العجين اللي احنا عملناه تمام. ادي الفطيره اهي زي ما انتم شايفين اهي.
الوشين سخن كمان. اهي اهي اهي. ادي الفطيرة اهي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ماشي. طب ودي اللي كانت معموله، اللي انت كنت عاملها ملفوفه اول واحده، او الفطيره دي؟ ثواني. ادي الفطيرة اهو اهو. احنا عاملين الاتنين كيلو ونص، عاملينهم 6 فطاير بس، مش عاملين كتير عشان تبقى كبيره، اهو الفطيرة اهو زي ما كبير انتم زي بتاع شايفين المحلات كده. اهو. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك. على فكرة احنا اتأخرنا شوية في الفيديوهات لأن انتوا عارفين بقى الإمكانيات عملت ازاي يعني. ماشي. ودي الفطيرة اللي أنا قلت عليها ايه، اللي أنا لفيتها رول وعملتها حلزوني. اهي الفطيرة اهي. اهي بصوا بقى، دي بص بقى، ده التوريق بتاعها اهو، الملفوفة. بص شكلها عامل ازاي، كله طبقات ايه فوق بعض لأن أنا ايه لفيتها على بعض. خد الفطيره دي وقطع منها، حطها هنا فوقيها، هات المقص وقطع منها. معلش احنا اتعودنا ان احنا ايه نقطعه بالمقص. هو المقص اسهل من السكينه بصراحه. سخن عليك صح؟ لا لو تاخدوا وتركزوا هتشوفوا فيه بخار اهو، البخار بتاعه طالع، لو فتحتها هتلاقي كتير اهي. البخار اهي، شايف بصوا كده البخار؟ معانا، اه البخار طالع اهو. ادي التوريق بتاعها اهو. توريق الفطيرة اهي. تمام كده. الوشين اهو زي ما انتوا شايفين التوريق اهي. تمام. نرجع لدي، هطلعها بس على الطبق. يا ريت كانت جابت لي طبق كبير شويه. حط هنا على الصينيه اهي طبق صغير، حطها دي هات اللي أنا الصينيه اللي عملتها. هناك دي الكبيره، هات الصينيه الكبيره اللي قدامك دي اهي اهي. كتير اهي زي ما انتوا شايفين. اقطعها بصوا بقى الفطيرة شكلها حلو قوي، بصوا الفطيرة شكلها حلو بجد. هي بتبقى صعب الشيل شويه عشان هي معموله زي رول كده، بس ايه شكلها حلو. بس كلها زي ما انتوا شايفين. بقى في حاجة هنا هوريها لكم من فوق هنا، ادي كده ادي كده اهي. ادي التوريقة اهو ورا بعض بقى عشان الملفوف دي. اه هي بتبقى توريقها جاي كده. طبعا احنا معانا عسل ومعانا جبنه قديمه بالطحينه والزيت اهو. عسل اسود طبعا. عسل اسود غالي غالي. عسل اسود. اتفضلوا معانا بقى. والله احنا بقالنا فترة يعني ما عملناش الفطير الصراحة يعني. اهو زي ما انتوا شايفين وردة اهي. الله ينور عليك. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اهو زي ما انتوا شايفين الفطير اهو. احنا طبعا وريناها تمام على بعض اهو. شوية عسل طبعا، ده عسل ابيض مش عسل اسود. عسل اسود. وده على فكرة انا رحت سألت على الجبنة لقيتها غالية قوي، فجبت شوية مشي ايه جامدين شوية. تمام.
وفيهم جبنه شويه صغيره. طحينه وكده، وقلت بقى ايه نقضوها برضه ان شاء الله. ربنا الجبنه اقل يسهل. من المش بصراحه. خلاص كده. دي اللي احنا رفيناها زي ما احنا قلنا، على فكره كلها مهرة. ماشي. وربنا ييسر الحال، واتفضلوا معانا. يلا باي.